هل الشاشات الاقتصادية أوي اللي ظهرت الفترة اللي فاتت يعني جديدة علينا بتقدم أي قيمة مقابل السعر؟ يعني احنا بنتكلم هنا عن فئة اقتصادية فعلا جديدة غير القديمة اللي كانت زمان ب 3900 ولا 3800 والنهارده بقت داخلة على 9000 يمكن كمان عدت 9000 جنيه. لا احنا بنتكلم عن ما هو أرخص ب 30% تقريبا من الشاشات الاقتصادية القديمة. هل فعلا بتقدم حاجة؟ خصوصا القديم كان 144 ودلوقتي بقت نازلة 170 وأرقام كبيرة. كلام برضو يعني فاهم انت يخليك تفكر كتير. كل ده هنعرفه أكتر في مراجعة شاشة الام اس اي الجي 244 اف، شاشة معلن عنها ان هي موجهة للاي سبورتس، رابيد اي بي اس 170 هرتز، 1 ملي ثانية فاست ريسبونس تايم والنايت فيجن، وكذلك بتدعم وايد جامت او ان هي الباك لايت بتاعها او الباك لايت ليد بتاعها مش الستاندرد، لا هو الدبليو اللي هو بيرمز للوايد جامت. اهلا وسهلا بيك في فيديو جديد على القناة، معاك نبيل. وبصراحة الواحد مالوش نفسه يسجل بقاله فترة الحقيقة، يعني الاحداث اللي بتحصل مؤسفه للغايه يعني، ولكن الحمد لله طبعا على كل شيء، وللاسف كل اللي نملكه هو الدعاء، فربنا ينصر اهلنا واخواتنا يكون في عونهم. وبصراحه انا اللي خلاني اعمل الفيديو ده حاليا ان الجنيه المصري حاليا يعني في حاله عدم استقرار، فلو حد عايز يشتري يبقى عارف هو بيعمل ايه، هيبقى عارف هو هيلبس ولا لا، او هي هتبقى مناسبه ليه ولا لا. خلينا نبتدي بقى الجزء الاولاني واللي انا مش بحبه قوي يعني في كل فيديو، الا وهو التصميم. انا بحب بصراحه اتكلم على طول في تفاصيل الاداء، ولكن خلينا نتكلم الاول في البدايه عن التصميم. تصميم الشاشه بصراحه بسيط جدا جدا وهادي جدا جدا واسود جدا جدا جدا، حاجه منتهى السواد، حاجه منتهى الغمقان، اسود مط في كل حته من انحاء الشاشه، ولكن في نقشه بسيطه خفيفه مع انعكاسات الضوء بتحسسك نوعا ما ان الشاشه دي ما هياش رخيصه او واقعه قوي يعني من حيث الفئه السعريه. كذلك عاجبني التقفيل بتاعها، وبصراحه مفاجئني بالنسبه للفئه السعريه اللي هي بتيجي فيها. يعني انت بتتكلم ان مفيش حاجه مفتحه او شفه بعيده عن شفه، او في الحواف مثلا حتت داخله وحتت طالعه وحتت مهويه، لا الموضوع هنا بصراحه مظبوط. عندك البيزلز او الحواف بتاعتها فعلا رفيعه جدا، ما عدا الجزء او الشفه السفليه، ودي للاسف طبعا موجوده في كل مكان، ولكن هنا موجوده بشكل معقول، بحجم عادي، حجم طبيعي مش حجم اوفر. عندنا مكانين للتهويه من تحت، انا كنت مفكرهم سبيكرز ولكنهم طلعوا عشان يهووا الشاشه، وبصراحه انا ما قابلنيش اي مشاكل من ان هي تبقى سخنه لدرجه ان هي تبقى مولعه ولا مأثره على الالوان ولا اي ما يكن، لا مفيش الكلام ده خالص. ظهر الشاشه بصراحه برضو اسود قاتم، ما فيهوش فيه اي حاجه او اي مظهر من مظاهر الجمال او الجيمنج، اللهم ان هم عملوا لك حته كده هون بتبقى اسود لميع شويه. الموضوع مش فارق، كده الشاشه هي الظهر موجود في الحيطه، ما احناش حاسين باي حاجه. كذلك عندك اللوجو بتاع ام اس اي نفس التكتشرز، واخيرا عندك اللي بيكسر هذه الضلمه، المفتاح اللي من خلاله تقدر انت تتحكم في اعدادات الشاشه. المفتاح ده بيتحرك في 5 اتجاهات، يمين شمال فوق تحت، وكذلك بتضغط عليه ضغطه، لو ضغطت عليه ضغطه مطوله هيروح قافل الشاشه بالباور. الباور بتاع الشاشه هنا خارجي، ما هوش مدمج فيها من جوه، فبتحط الكابل بس اللي هو التخين، لا هو كله من بره الترانس كله. وانا بفضل الموضوع ده بحيث ان لو باص اعرف انت تغيره بسهوله، ما تخشش بقى في مواويل ومشاكل وما الى ذلك. عمليه تركيب الشاشه بسيطه جدا، انت بتجيب الستاند بتركبه في العمود ده وبتقفل عليه المسمار. الستاند على فكره هو من جوه تحس هو فيه جزء معدني، ما هوش جزء تقيل قوي، ولكن هو فيه موجود جزء معدني، ما هياش بس بلاستيك ساده. وبتروح قافل عليها بالمسامير، بتحطها في ظهر الشاشه في الحته بتاعه الفيزا ماونت، وتروح قافل عليها بالمسامير، وكان الله بالسر عليه هتلاقي الشاشه بقت واقفه معاك مفيش اي مشكله. اللي لاحظته ان الشاشه بالستاند خفيفه جدا جدا جدا، ريشه حرفيا. وكذلك الستاند ده ما بيتحركش في اي اتجاهات خالص، لا فيش يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا بورتريه مود ولا اي حاجه تماما. هو كل اللي انت تقدر تعمله انك انت تعمل التلت اب والتلت داون، هو بس كده. ممكن تعملها حتى بصباع واحد، والشاشه على فكره بتبقى ثابته، ومش عارف هم عاملين الميكس ده ازاي. المفروض ان الشاشه خفيفه فانت تيجي تعملها كده بصباع واحد تروح متدقلجه منك لورا مثلا، لا هي هنا ثابته مكانها وكل حاجه. فده بيدل على ان برضو تصميم الستاند مساعدها على التوازن. رايي الشخصي ان انا مش هينفع اقصه خالص على الستاند في الفئه دي، يعني يكفي ان هو اصلا جاي في حته معدن والجو ده كله. كذلك جاي لك في حته برضو بسيطه كده تقدر انت تعمل منها كيبل مانجمنت، بحيث ان ما تبقاش الكابلات طايره او حايره منك كده في قلب المكان. عاجبني برضو ان هو ما بياخدش مكان كبير قوي على الديسك، فلو انت حطيته مثلا في الركن ولا اي حاجه مش هيبقى الدراعات طالعه بره الديسك. ولو انت من الناس اللي بتحب تقرب قوي الشاشه كده تبقى كده في حضنها بتلعب شغل المتوحدين ده نوعا ما بتوع الاي سبورتس، مش هيبقى داخل في بطنك ومضايقك، لا يعني تصميم الستاند انا عاجبني بصراحه، ولكن هو ناقص حته الحركه، ودي طبعا مستحيل تاخدها في الفئه السعريه دي. من الاخر اعتبر الستاند ده تضحيه يا معلم. الشاشه فيها بس منفذين اتش دي ام اي وواحد ديسبلاي بورت، وكذلك منفذ للسماعه اللي انت ممكن تركب فيها السماعه الهيدسيت بتاعتك، وكذلك المكان بتاع توصيله الباور بتاعتها، وبس كده مفيش اي حاجه اكتر من كده. هو خلينا نتكلم جد شويه، ولكن الكلام اللي هو بتاع الشركه من حيث المواصفات اللي هتبقى طالعه قدامك دي دلوقتي ملهاش اي معنى بالنسبه لي من غير ما يكون في تجربه فعليه كالعاده. ولكن
المرة دي انا هعمل لك المراجعة بشكل احنا ما عملناهوش قبل كده، لان فعلا هنضغط على كل حتة في الشاشة دي علشان نعرف اذا كانت تستاهل حتى لو جزء من الفلوس اللي بتدفع فيها ولا لا. طيب مبدئيا كده خلينا نتكلم عن الديلي والريسبونس تايم. انا الشاشه دي حققت معايا متوسط انبوت ديلي 3.8 مللي ثانيه، وده تقدر تقول عليه هو نفس الديلي بتاعه الشاشه الايسوس القديمه اللي كنت اتكلمت عنها، وكذلك الشاشه ال جي، يعني هما كانت واحده 3.8 واحده 3.9. طيب الكلام ده جميل بالنسبه للفلوس اللي مدفوعه، لكن بالنسبه ل 170 هرتز انا كنت اتمنى ان هي تبقى اقل، حتى هتبقى الحكايه من مايكرو ثانيه على فكره، يعني ممكن تبقى 3 و6 3.5 مللي ثانيه، ولكن كنت احس بادفانتج اعلى بسبب ال 170 هرتز مش اكتر. ولكن بالنسبه للفلوس انت بتتكلم في شاشه ارخص بكتير ومديها لك نفس الانبوت ديلي، فانا ما عنديش اي مشكله مع الموضوع ده، واديها 10 من 10 كمان فيه. اما بالنسبه للريسبونس تايم فزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات احنا مش هنعرف نطلع ارقام بالظبط للجي تو جي علشان لسه الجهاز ما كملش، ان مستني حاجات لسه تيجي من بره مصر، ولكن في حاجات احنا ممكن نستدل منها على اداء الشاشه الفعلي عامل ازاي. خلينا نبتدي مثلا في البدايه بالجوستنج، الحته او الظل الاسود اللي بيظهر بعد كل حركه بالكاميرا انت بتعملها مثلا وانت بتفليك بتتحرك. الموضوع ده بيضايق ناس كتير وبيدمر تجربه اللعب فعليا في شاشات الفي اي، الموضوع فيها مخيف للغايه. للاسف الشديد ام اس اي هنا ما هياش مديالنا تحكم في الاوفر درايف غير في 3 مستويات، النورمال والفاست والفاستست. النورمال بيكون فيه سنه الجوستنج العاديه اللي موجوده في اي شاشه اي بي اس تقريبا، العاديه تماما، اللي انت ممكن تشيلها بعد ما تطلع لمستوى اوفر درايف، يعني مش قوي قوي، حاجه بسيطه قوي بتختفي خالص الموضوع ده. وهنا انت لما بتطلع فعلا للفاست الموضوع ده بيختلف تماما ومفيش سنه الجوستنج دي، ولكن على النقيض بتبدا تظهر معاك سنه الانفيرس جوستنج. الاثنين سواء النورمال او الفاست بالجوستنج الحته الصغيره اللي فيه العاديه والانفيرس جوستنج، الاثنين مش ملحوظين نهائيا في اي جيم بلاي انا جربت اعمله، بلعب خالص وبتحرك مفيش اي مشكله، ما بتضايقنيش نهائي. اما بالنسبه للفاستست فكانت التجربه تقدر تقول كده ايه، مضحكه يعني غير مقبوله، وده موجود برضه في كل شاشات الاي بي اس الغالي منها والرخيص، اعلى مستوى بيكون اسوأ مستوى. ولكن زي ما بقول لك انت دايما هيكون في تضحيات بسبب الفئه السعريه، الفئه السعريه اللي نون حكمت علينا بايه، ان ما يكونش فيه اختيارات كتير للاوفر درايف، فبالتالي انت بتضحي حاجه بسيطه في الانفيرس جوست. زي ما بقول لك الموضوع مش مؤثر نهائيا والاداء فيها ممتاز. اما بقى بالنسبه للموشن بلور او ضبابيه الحركه، فانا احب اطمن حضرتك واقول لك ان الموشن بلور هنا في الشاشه دي محترم جدا، سواء كنت على النورمال او على الفاست او على الفاستس، طبعا كل حاجه تبقى باينه قدامك، ولكن انا مش هعتمد الفاستس لان مستحيل تاخد تجربه لعب بالفاستس دي نهائيا. انت حتى هتتضايق لو انت بتتصفح كلام وبتسكرول داون او بتحرك ويندو قدامك، هتتضايق جدا من الفاستس. فانا لحد الفاست هتلاقي الدنيا معاك كويسه. الشاشه هنا برضو فيها وضعيه للموشن بلور، الموشن بلور ريدكشن، ودي بتعتمد على الباك ستروبنج او اللي هو بيبدا يطفي الباك ليد بتاع الشاشه كتير، وكنت شرحت الموضوع ده في شاشه 360 هرتز، هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. والموضوع هنا برضو شغال كويس مفيش اي مشكله. والحقيقه ان انا كنت هدي للجزئيه دي تقييم زي الزفت بجد والله، لان انا اول ما شغلتها اتلاقيت الدنيا عندي قلبت فيها كده لون احمر غريب بيحصل، انا حاسس بلون احمر، حاسس ان في جوستنج وانفيرس جوستنج مدمر فعليا. الموضوع صعب بصراحه. فانا قلت لا خلاص انا هدي الحته دي تقييم 0 من 10 وش، ما ينفعش اتكلم فيها، ما فيش هزار. ولكن بالصدفه اخدت بالي ان انا لما بكون عامل اختيار معين للريسبونس تايم بتاعها، يعني مثلا حاططها على النورمال او على الفاست، بمجرد ما انا ما بختار الام بي ار تي وبفعله هو بيقفل الاختيار، ولكن بيحتفظ باللي انا مختاره اصلا. فانت لو عملتها على النورمال مش هتلاقي فيه اي انفيرس جوستنج، لو عملتها على الفاست هتلاقي الدنيا فيها مقبوله جدا جدا، لكن مجرد ما تحطها على فاست تحصل لكل اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. فلو انت واحد من الناس اللي يهمها حته الموشن بلو ريدكشن، فخد بالك انك انت دايما تبقى حاطط الاعداد ده صح. في برضه داون سايد تاني او جانب سيء تاني، وده في كل الشاشات تقريبا ما عدا الشاشات الهاي اند، والله حتى في الشاشات الهاي اند فعلا يعني حاجه معينه بس ما فيهاش الموضوع ده، وهي ان انت بتفقد جزء كبير جدا من البرايتنس لحد 40% تقريبا، وده رقم كبير معوش قليل، محتاج تلعب بقى في اوضه ضلمه. انت لحد دلوقتي شايف اكيد ان تعبت قد ايه في التجربه، فما تنساش طبعا تحط لايك شير اشتراك عشان الموضوع ده هيفرق ان انا اعرف اوصل لكم بعد كده في المستقبل. وممكن تتابعني برضو في كل السوشيال ميديا بتاعتي، يعني هتلاقيها في اللينك بتاعت القناه. من المميزات الجميله اللي في الشاشه اللي انا لازم اتكلم عنها، وهي دعمها للفري سينك البريميوم مش البيزك. الفرق الفري سينك بيعمل مزامنه للفريمات على الشاشه، ما يحصلش فيها التمزق او يبقى فيه جزء فوق غير الجزء اللي تحت وتحس كده بخط في نص الشاشه او تحت الشاشه. ولكن
العادي بيبقى شغال في الرينج الطبيعي بتاع الهرتز بتاع الشاشه، يعني 170 هرتز هتلاقي شغال مثلا عند ال 165 كده، يعني مش هتحصل بقى اي مشاكل معاك ومن غير ديلي ومن غير الكلام بتاع الفي سينك ده كله. ولكن لما نتكلم عن الاكستندد او اللي هو البريميوم، ده بيبقى ممتد لترددات اقل بكتير. كمثال الشاشه دي بتقدر ان انت تستفيد من خاصيه الفري سينك دي بدايه من ال 55 هرتز لحد ال 168 هرتز شغاله. ولكن انا لاحظت برضو ان على ال 55 هرتز ساعات بتحس منك وبتفلت وتلاقي فجاه كده راح ناقل لل 100 هرتز وتبدا الشاشه تقطع معاك ويحصل تيرنج. ولكن الموضوع ده ما بيحصلش بدايه من اول ال 58 او 56 هرتز. كان 56 هرتز، لا 58 هرتز، بدايه من ال 58 هرتز لحد ال 168 هرتز. فانت هنا الشاشه بتضمن لك تجربه لعب ممتازه من غير تيرنج بدايه من ال 60 هرتز. يعني انت بتشغل لعبه 60 هرتز ما عندكش مشكله ومش هيحصل لك تيرنج. اللي بتلعب اقل لحد ال 55 هتشتغل معاك، ولكن هيبقى ساعات في دقات نقص كده خفيفه بتحصل، ولكن برضه هيبقى احسن من ما فيش نهائيا. انا مش عارف اذا كان في حد في المنافسين في الفئه دي بتقدم الموضوع ده ولا لا، ولكن زي ما انت شفت قدامك من شويه هي شغاله بيرفكت بيرفكت بيرفكت. ولكن لازم نتكلم شويه هنا عن الانبوت ديلي، لان في ناس كتير قوي بتخاف من الانبوت ديلي من هذه التقنيات، ولكن التقنيه دي ما زودتش معايا الانبوت ديلي حتى بالمايكرو ثانيه، حتى 2 مايكرو ثانيه، هو نفس الديلي كده، هو نفس الديلي كده، فما تقلقش منها خالص وادائها ممتاز. لحد هنا احنا اتكلمنا عن الجزء الخاص بالجيمنج بحت، ولكن في جزء تاني مهم الا وهو الجزء الخاص بالالوان. واخيرا هنشغل السبايدر اكس 2 اليت بشكل فعلي. طيب الارقام مبدئيا انت هتشوفها دلوقتي مختلفه عن اخر الفيديو اللي فات، لان انا لاحظت ان انا كان في عندي شويه بروفايلات عندي حاططها محطوطه هنا في الاعدادات، فدي كانت مقصره. طيب الشاشه دي مبدئيا حققت ارقام معايا شويه اقل من بتاعه الشركه الاساسيه، ولكنها تظل ارقام كويسه. يعني اللي حققت معايا 98% ستاندرد ار جي بي، 86% ادوبي ار جي بي، 90% بي 3. هي ارقام تعتبر كويسه جدا 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 في الفئه دي. يمكن زي ما بقول لك مثلا شاشه زي اللي انا كنت اتكلمت عنها قبل كده ال جي كانت 100%، يعني فرق ال 2% دول مش هيفرقوا معاك في اي حاجه ومش هتحس بوجودهم اساسا يعني. اما عن دقه الالوان فبالنسبه للبروفايل اللي جاي عليها او الكاليبريشن بتاع المصنع هو سيء للغايه بصراحه، ومايل للاحمرار مع جزء من التنت بصراحه، وكمان الكونتراست فيه مش حلو قوي، مش احسن حاجه، ولازم فعلا ان انت تغيره. وعامل الانحراف بتاع الشاشه دي عن الالوان الحقيقيه كان 1.27%، والمتوسط كان 0.62 او 62%. اما بعد الكاليبريشن نزلنا لحد الماكسيمم 1.09 وال51% في المتوسط، وفعلا الالوان فيها اختلفت تماما. هتلاقي الالوان اخضرت شويه، ولكن هو ده الطبيعي. كذلك الكونتراست بتاعها اتحسن. هوريك دلوقتي الموضوع عامل ازاي. انا هسيب لك الاي سي سي بروفايل اللي انا عملته، الموضوع بيختلف بنسبه بسيطه من شاشه او من يونت للتانيه، فما تقلقش هي برضه هتبقى احسن بكتير من الوضع الديفولت بتاع الشركه يعني. وهنزل لك برضه شورت فيديو اعرفك ازاي تستخدم الاي سي سي بروفايل بعد كده. اما بالنسبه للسطوع بتاع الشاشه دي فاحب اقول لك برضه ان هو طلع اقل من الارقام المعلنه، هو يعني بحاجه بسيطه ولكن هو اقل. الشاشه حققت اقصى حاجه 235 نت و970 لواحد، والمعلن عنها 1000 لواحد، فده رقم يعتبر كويس. ولكن هم اعلنوا ان هي 250 سي دي او نتس، لكن هي للاسف 235. اما بعد الكاليبريشن وصلنا ل 237.9، والحده بتاعتها او التباين 990 لواحد، ده الكونتراست ريشيو، وده رقم يعتبر ممتاز جدا جدا بالنسبه للبانل اي بي اس، وقريب جدا جدا من المعلن عنه. هتقول لي ازاي الاضاءه زادت؟ اكيد الاختبار فيه حاجه غلط. احب اقول لك لا، هي الشاشه باي ديفولت بتبقى شغاله على الايكو مود، حتى لما بتعلي الاضاءه بتاعته للاخر بيكون اقل حاجه بسيطه، وده اللي عامل الفرق. الجدير بالذكر هنا ان لما بتفعل الام بي ار تي البرايتنس بتنزل لحد 144 نتس، يعني انت بتتكلم في 40% فرق، والكونتراست ريشيو بيبقى 950 لواحد. الشاشه فيها بعض الخصائص اللي بتدي لك انطباع ان ام اس اي هنا بتحاول تدي لك تجربه كامله على قدر الامكان، يعني بتحاول تجيب لك نقطه من الشرق على الغرب علشان تبقى حضرتك مبسوط في النهايه، او تبقى حاسس انك دفعت فلوسك بحاجه تستاهل. مبدئيا كده حاجه زي اللو بلو لايت، الوضعيه دي بتقلل لك الاشعه الزرقاء، عشان لو انت بالليل او قبل ما تنام الاشعه الزرقاء عموما بتحفز المخ انه يبقى صاحي، فبالتالي بتقابلك مشاكل في النوم، هيبقى عندك ارق وحاجات كتير قوي جدا. لكن مع الوضعيه دي هتريح عينيك وهتلاقي نفسك ان انت تبقى سهل ان انت تخش في النوم، مش هتبقى سهران كتير قدام الجهاز يعني. كذلك وضعيه الاتش دي سي ار او الهاي دايناميك كونتراست ريشيو، ودي وضعيه بتحسن لك شويه الكونتراست ريشيو عن طريق ان هي بتادجست الاضاءه حسب السين،
فانت حسب الحاجه اللي بتتحرك قدامك او بتتغير هتلاقي الشاشه ساعات بتفتح وتغمق، ولكن يعني هي بتحسن بصراحه الكونتراست ريشيو. يعني هي وصلت لحد تقريبا 1300 لواحد، ده رقم طبعا كبير على الاي بي اس، ولكن في النهايه الموضوع ده مش يعني مش عملي يعني الصراحه الموضوع مش هتساعدك تلعب بيه خالص. يعني انا ما استعملتوش على اليوتيوب عشان العب بيه كمان. في حاجه انا نسيت اكلمك عنها، ولكن خلينا نتكلم عنها بعد. خاصيه الايمج انهانسمنت، ودي خاصيه بتعمل لك زي نوع من انواع الشاربنينج. بصراحه هي يعني تعملها اوف يا ويك، بعد كده بتبقى الصوره شكلها مش منطقي خالص. الويك بصراحه انا شايف انها حلوه، بتدي لك شاربنس، او بتخلي الخطوط كمان بتاعه اللي انت بتقراها، الحاجه بتقراها بتبقى لطيفه جدا. برضو في الالعاب بتزود لك حده الحواف بتاعه اللعيبه اللي قدامك، فبالتالي اي حد يطلع لك من الانمي هتقدر انت تريكوجنايز الحدود بتاعته فين وتعرف تضربه بصح. يعني الموضوع ده بيفرق شويه في الايم، او اللي هي اللقطات الخاطفه في الايم. يعني ممكن تبقى تجربها يعني حسب ما تحب، جربها مفتوحه ومقفوله وشوف انت عايز ايه يعني. بالنسبه للاي بي اس جلو، اللي هو الحتت بقى اللي انت بتلاقي ايه، في حتت هنا الوانها فوق او في الشاشه السوداء بتلاقي في حتت كده فاتحه. الموضوع هنا ما هوش مأساوي، هي موجوده وموجوده في شاشات كمان اعلى من كده في ضعف سعرها عادي، ولكنها ما هياش مأساويه. ده هنا بنقيسها بحاجه اسمها كلر يونيفورميتي، ودي بتوضح لنا يعني الشاشه انهي حته اغمق فيها من الثانيه وكده. والارقام كلها الحمد لله طلعت في الرينج الطبيعي، الرينج المنطقي، والرينج اللي ما بيعملكش مشاكل ما تحسش بيه وانت شغال او بتتصفح الكونتنت بتاعك. انا حتى انا برضو جربتها على اقل اعداد للبرايتنس، وعلى فكره هنا اقل اعداد للبرايتنس بيدي لك 50 نتس، وده رقم كويس جدا لان انت واحد عايز تشتغل في اوضه ضلمه يعني ما تبقاش متضايق. اوفرول الشاشه دي فيها تضحيات زي ما انت شفت من شويه، عندك الليميت في التحكم في الاوفر درايف، عندك تضحيات في الستاند، مفيش دعم للاتش دي ار او ان هي تبقى تديك الاتش دي ار حتى اللي هو اللي عامل زي الفيك ده، لا ما بتديهولكش، مفيش الكلام ده. البرايتنس فيها مش احسن حاجه، ولكن مع عدد ذلك فهي ممتازه جدا. وحتى الحاجات اللي كلمتك فيها دي مش هتبوظك تجربه الاستخدام نهائيا. فلو انت بتدور على شاشه اقتصاديه ب 6000 تقريبا، دلوقتي هي سعرها دلوقتي من 6500 ل 6700، الله اعلم كمان شويه هيحصل ايه، كان ب 6200 من كام يوم اصلا. يعني انصحك بها جدا جدا جدا. كذلك انا سالت على سياسه الضمان بتاعتها، واللي قدرت اوصل له بصراحه معلومات مش كتير. اللي انا عرفته ان هي 3 ديد بيكسل لمده 3 سنين الصيانه. لو في حاجه المفروض انها بتروح مركز الصيانه وبعد كده بتتبدل، طبعا ما تخش بقى في البروسيس اياها، ولكن قبل ما تشتريها اسال المكان على سياسه الضمان الكامله احسن، لان انا بصراحه ما عرفتش اوصل لمعلومات يعني قاطعه في الموضوع ده. كذلك انا هسيب لك برضو شويه لينكات تحت، هي مش اعلانات، الناس دي انا حتى ما اتعاملتش معاها قبل كده، ولكن هم حاطينها بسعر منطقي. يعني في اسعار خزعبليه وفي اسعار منطقيه. انا جبت لك الحاجات اللي فيها سعر منطقي عشان اوفر عليك البحث، ولكن انت تدور في محل انت بتحب تتعامل معاه براحتك، انا مش بعمل اعلان يعني. اتمنى يكون مستوى مراجعه الشاشات الجديد عجبك، واشوفك فيديو جديد ان شاء الله. ربنا ينصر اخواتنا ويقويهم. سلام.